ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شوربة عدس. معانا كوباية ونص عدس اصفر، بطاطستين، معانا بصلتين، معانا طماطمتين متوسطين، معانا جزرتين، معانا وحدتين مرقة وفلفل اسمر. ودول هنحطهم على بعض، بس مش هنحط معاهم كمون. مينفعش نحط على العدس كمون وهو لسه بيستوي الخضار عشان ما يمررش معانا. فضفنا كل المكونات كلها مع بعضها، وهنحط عليهم ميه، يعني نغطيهم شوية يعني لحد ما تستغطى. ومعانا كمان توم هنضيفه اهوت، وهنبدأ نحط كل المكونات دي على النار لحد ما تستوى معانا. انا مش عايزة تشرب المية، انا عايزة بس تستوي. بعد ما العدس يستوي معانا بالشكل ده، هنبدأ بقى يا اما نضربه بالخلاط عادي خالص، او لو عندك بلندر هنبدأ نضربه بالبلندر لحد ما ينعم معانا بالشكل دوت. هنبدأ بقى نحطه على النار. هنبدأ بقى نحط عليه الملح والكمون ورشة شطة لو حابة، وهنقلبهم ونحطهم على النار لحد ما يبدأ يغلي معانا غلوة. هيكون معانا طاسة هنحط فيها زيت، ونكون مقطعين بصلاية كبيرة. هنبدأ نحمر فيها البصل. وكده بعد ما حمرنا البصل، هنبدأ بقى نضيفه على العدس ونقلبه. هيبقى بالشكل ده كده. وهو ده خلاص، خلص العدس معانا، سهل وسريع جدا ومش محتاج اي حاجة، ومفيد ومغذي جدا. وبقى معانا شوربة عدس. ما تنسوش بقى اللايك والشير لو عجبكم الفيديو بتاعي.